السلام عليكم خوتي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناه المطبخ شيف ناديه. كيف نتوما مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. مبروك العواشر، دائما نقولوا مبروك العواشر. اليوم جيت نشارك معكم السينطه اولا المحنشه، سينطه مقطعه اللوز. خليكم معايا في المقادير. غنبداو باللوز ان شاء الله يا ربي. عندنا كيلو د اللوز اللي فسخناه وخليناه ينشف بحال دائما، ودابا غندخلو الفران. ما غنقليهش انا، غنحمرو في الفران. بسم الله. غنعمل واحد معلقه كبيره د الزيت، نكب عليه هيدا معلقه كبيره. دابا نرجعو في الاقتصاد على حسب الزيت غلات، غنبقاو نخلطوه باش الزيت يتلبس في ديك اللوز مزيان، ومن بعد غندخلوه للفران وكيتحمر، كيجي مزيون محمر. غير هيدا كيجي بحال مقلي صافي. من بعد غنرجع معكم في المقادير اللي باقي خصني. انا رجعت معكم. حمرنا اللوز في الفران تبارك الله، غير بمعلقه د الزيت. والله الا كيجي غزال، نتوما كتشوفوها تبارك الله مقرمل كيجي. دابا غنطحن معكم اللوز باش نعدلو المقادير ان شاء الله يا ربي. بعد ما طحنت الطحنه الاولى، دابا غنعملوا له 400 غرام د السكر. كيلو د اللوز غنعمل فيه 400 غرام د السكر، على حسب غيكونوا معسلين غنعمل فيهم غير 400. هو ماكسيمو كيكون كيلو د اللوز 500 غرام د السكر، ولكن حنا غنقصوا غنعملوا غير 400 غرام. غنعمل له السكر باش نطحن الطحنه الثانيه. بسم الله. دابا غنطحن مزيان، نعاود كنطحنوا اللوز ديالنا مزيان. هانتوما كتشوفوا حتى كيرجع بحال الطرون. غنطحنوا كامل باش نرجع معكم نعملوا له الاقامه اللي باقي خصنا. خليت اللوز ديالي كامل. انا بغيتو هكذا متماسك تبارك الله. المقادير اللي غنحتاجو: معلقه كبيره د القرفه، مسكر حره، وما زهر، والزبده مذوبه. بسم الله. غنحتاجو معلقه عمره، هي القرفه، مسكر حره اللي عملتها في المهرز وحكيتها هي وسانيتها، الزبده مذوبه النوع الجيد. بسم الله. غنبقى نخلط حتى ينسجموا لي مزيان مع بعضيهم، ونخلطهم قرفه مسائل مع بعضيتها كامله. جوج معالق زبده مذوبين، انا غنعملها كامله. غنخلط مزيان. غنضيف عليهم ما زهر، تمن واحد نص د الكاس. صافي. الوقت ديال اللوز ديالنا جمعتها كامله، خلطتها مزيان. من بعد حتى كيتماسك مزيان اللوز كنعملوا لها هكذا، نعملوا الحريبلات باش نعدل السينطه معكم. كنبقى نطول العقده كامله ديال اللوز، كنعوطها. غنبقى نعمل الحريبلات هكذا كاملين باش نرجع معكم نطويها. جبنا الورقه ديالنا نقطعوها على جوج. بسم الله. من بعد غنقطعوا لها هادو اللي ناشفين كيجيو ماشي مزيانين، غنحيدوهم كاملين. صافي. زولت لها هادوك اللي كانوا في الطريفات كاملين، ودابا غنبقى نطوي السينطه ديالي.
غنجيبو الورقه ديالنا اللي حرشه كتكون داخل واللي رطبه من هنايا. دابا غندهنوها بشويه بالزبده والزيت. ومن بعد غنجيب بسم الله غنبقاو نطولوا الحربول ديالنا العقده اللوز، نطولوه مزيان باش ما كتجيناش غليظه بزاف. ومن بعد غنبقى بهذه الطريقه هذه كنت كايده غير شويه باش نعوطها، كنرد هيدا ونمشى بها شويه بشويه، كنعوطها باش ما تجيش معوجه ولا شي حاجه. كنزيد نعمل هيدا الزبده والزيت. هي هذا الشريط هذا الاولي نتوما كتشوفوا، والورقه خصكم تعملوها في ميكا باش ما كتبش. كنطوي عاود الثانيه معاكم، كنعوضها مزيان. ومن بعد عاود كنعمل لها هيدا صافي حتى كنسالي كلشي، كنطويها كنسالي كلشي ومن بعد غنرجع معكم. بعد ما طويت السينطه ديالي ها هي غنبقى نقطع. اما بعينكم ميزانكم، اما كتنزل هذه وكتقطع قده باش كيجيو معاوطين. كتعوضها قده وكتقطع وكتجيب هذه لهنايا. كنبقى على هذه الطريقه هذه حتى كنساليوهم كاملين باش نعدلهم في الصينيه. كنبقاو على هذه الطريقه هذه حتى كنساليوهم كاملين. بغيتو بالمقص بغيتو بالمص بغيتو بالمقص اللي بغيتو. صافي الحبايب ديالي نعاود السينطه ديالي في الصينيه دابا باش ندخلها مفرن ونرجع معكم ان شاء الله باش نعسلها. ما طابت كان ديك الزائد اللي كيخرج ضروري ملي كطيب كتخرج. من بعد كنعوطوها من هنايا وكنعوطوها من هنايا، كنعوطوها مزيان. ومن بعد كنعسلوها عادي. من بعد كنعسلوها كنخليوها شي حاجه في العسل تشرب العسل، وغير بشويه على حسب الورقه هشيشه بزاف كنخليوها غير شويه تشرب. ومن بعد غنخرجوها ونعملوا لها ايفيلي ونعدلوها في كويرطات. من بعد ما شربت العسل غنخرجوا السينطه ديالنا. على حسب العسل خصها تكون دافيه، واذا كانت السينطه سخونه ماشي غليانه حتى تغلي بزاف، غير دافيه وصافي باش تبقى شابره فيها العسل. من بعد غنعملوا لها اللوز ايفيلي. من بعد ما حمرت اللوز ايفيلي غنهرسو شويه بيدي غير هكذا
من بعد نجيب السينتا ديالي، نعمل لها غير هكذا اللوز فوق منها، نعمل مزينه باللوز، ومن بعد نعمل لها كويرطات، وكنبقى على هاد الطريقه هذه كامله حتى كنكمل ونرجع معكم. سمحوا لي الحبايب ديالي، عندي الكوموند خارج مزروبين فيه، يعني ماشي على خاطري يعني بينت معكم هذا الشيء مزروب، سمحوا لي بزاف. دابا غنعدلها في البواطه باش نرتبها، ونتمنى يعجبكم السينتا ديالي، نتمنى تعجبكم، نكون في حسن الظن ديالكم. وباقي ان شاء الله نشارك معكم معسلات رمضان باقا معكم، وكاين الجديد ان شاء الله. نتمنى تشجعوني، تفعلوا الجرس يوصلكم الجديد. شكرا على التفاعل اللي كتفاعلوا معايا، انا كتشجعوني ما كنشوف الكومونتيرات مزيونين. هانتوما الحبايب ديالي، نتمنى تعجبكم بالصحه والراحه وعواشركم مبروكه، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، يكون في حسن الظن ديالكم، وحتى ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.